يمكن يمكن اول فيديو اطلعه تقريبا بوشي على القناه من فتره طويله. خلينا نكمل النهارده تصاميم العيد او محاضرات العيد. في تصميم النهارده هو تصميم لمستر خالد صقر، هي في ملحوظتين زياده عن اللي فاتوا وفكره جديده عن اللي فاتوا. يلا بينا نبدا، يلا على بركه الله. ماشي، اولا مبدئيا كده هو ده التصميم. في ناس بتسالني سؤال، ايه هو؟ ان ليه انا مش بيطلع لي تصميم بالعمق على الرغم ان انا بستخدم نفس اداه الذكاء الاصطناعي او بستخدم نفس موقع الذكاء الاصطناعي اللي انت بتستخدمه. انا النهارده هديك موقع تاني وجديد ومعروف على فكره وكنت شارحه قبل كده، ولكن مع ذلك يعني هضيف كام نقطه كده بسيطه علشان ندي عمق شويه للتصميم. اول ملحوظه لازم تلاحظها وتكون عارفها ان الصوره اللي انت هتحطها لازم يبقى صوره كويسه فيها اصلا عمق. يعني مثلا ما تدينيش صوره سيلفي وتروح تحطها على اداه النانو بنانا او تحطها على تصميم البورتريه اللي احنا بنبدا عليه اصلا التصميم. ودي الملحوظه الثانيه، خلي الصوره اللي انت اصلا حاططها هي صوره كويسه اصلا متصوره صوره خام او صوره كويسه او حد مصور صوره كويسه. تمام، ده أول نقطة وأول ملحوظة لازم تلاحظها. أنا جايب الصورة ديّة من على النت لمستر خالد صقر، الصورة أصلًا فيها عمق وشكلها أصلًا نضيف. تاني ملحوظة، ما تجيبش الصورة direct كده من على النت وتروح حاططها على أداة النانو بنانا، زي ما أنا قُلت لك وتركّز شوية في الفيديوهات اللي أنا باشرحها. أنا بافتح تصميم بورتريه، فتحت التصميم بورتريه حطيت عليه الصورة وفرّغته وبدأنا بعد كده إيه، الشغل على خلفية بيضا. فأنا أهو التصميم زي ما هو، مقاس زي ما هو، مقاس البورتريه 1500 في 2000 طول، وحطيت عليه الصورة بتاعته. رُحت بعد كده على أداة الذكاء الصناعي اللي هي موقع Genesis Spark، دوست هنا AI image، تمام، أو هنا new بتدوس AI image بس. رُحت جبت الprompt اللي أنا عايزه، طبعًا ما فيش جديد في الprompt أهو، أدي أهوّة الprompt. كتبت اللي أنا عايزه prompt أخلّي الراجل يرتدي تيشيرت صحيان وفي غرفة بيها شباك وبهجة وبالونات عيد واللون البينك وماسك بونبوني. هي دي الفكرة بس الجديدة، اللي أنا إيه، عايزه ماسك بونبوني وبيقرّبوا جدًا للكاميرا ويكون وأيضًا يكون في طبق كحك مثلًا لو هو كان موجود في الخلفية. ال بُص، في كل الفيديوهات اللي فاتت أنا عايز أدّي عمق للتصميم، فباعمل إيه، مرّة رشّة مَيّة، مرّة كنت أنا عامل مسدسات الخرز اللي هو بتاع مستر رضا فاروق، كأن في خرزة بتطلع من المسدس. المرّة دي أنا مدّي عمق بالبونبوني اللي هو ماسكه. فبس طلّع لي الprompt أهوّة، رُحت على موقع Genesis Spark هاسيب لك الlink بتاعه تحت في الوصف، وحطيت الوصف، بعد كده طلّع لي زي النتيجة القوية الجامدة دي. ملحوظة جدًا إن أنا في الفيديو استخدمت موقع Genesis Spark واستخدمت نانو بنانا 2، والنسخة ديّة محسّنة أو مُعدّلة بتخلّي تفاصيل الوش تقريبًا هي بالضبط. يعني أنا شايف ده مستر خالد صقر، ما أعرفش بقى لو مستر خالد صقر شايف حاجة تانية ممكن يقول لي. فبس رُحت بعد كده على الفوتوشوب وحطيت الصورة. هل نكتفي بكده بهذا القدر ويكون كده كفاية؟ أكيد لأ. رُحنا عملنا الفيد بتاعنا إحنا شارحينه، وبعد كده جِبنا اللي هو الdodge and burn وهتلاقيه مشروح في الفيديو اللي فات، وعملنا الdodge and burn على الوش. يا جماعة مش هاشرح تاني لإن هي عبارة عن سلسلة محاضرات شرحت فيها التفاصيل دي، فمش هيفضل أعيد تاني. ارجع للفيديوهات اللي فاتت، فيديوهات قصيرة مش كبيرة. فأنا باطوّر على الشغل ما ينفعش إن أنا أزوّد مدة الفيديو عن كده. بعد كده جِبت كلمة خُد بونبوني وهاسيب لكم التايبو بتاعها، ده مش font دوّة تايبو، هاسيب لكم التايبو أو هاسيب لكم الPSD بوجه عام كلّه في الdescription، ما حدش بيعمل كده يعني. بعد كده عملت light overlay بالbrush tool وعملته أبيض، وأهي زي ما أنت شايف عملته overlay وحطيت. بعد كده عملت screen تاني وعملت لون pink من فوق عند الكلمة ولون لبني من تحت البُني عشان أدّي شوية إضاءة. بعد كده عملت fade أسود، هتلاقيني شارح كل الكلام ده في الفيديو اللي فات. تمام، بعد كده جِبت الإضاءة دي، الإضاءة دي يمكن كذا حد سألني عليها. دي مش overlay، دي أنا اللي عاملها بإيدي. تعالَ أعرّفك إزاي بقى تعملها علشان السؤال باروح أجيب أداة الpen tool وأروح أعملها دي على shape والfill ما فيش، وأعمل stroke هنا مثلًا على ال29 وأعمله باللون الpink اللي أنا عايزه. أروح بعد كده أجيب الpen tool وأبتدي اللي أنا مثلًا إيه، عملت point هنا ومثلًا point بcurve كده أهو، وطالع مثلًا الcurve كده أهو، وطالع مثلًا كده أهو. بس بعد ما عملت كده هادوس على هنا الأسهم دي ودي، هاروح بعد كده هادّيها overlay سيان
قصدي سكرين، قصدي ايه اللي انا بقوله ده، الشيب دي اخليها سكرين. بعد كده اروح على فلتر واعمل هنا موشن بلور. هيقول لك هنا كونفرت سمارت اوبجكت، هقول له ماشي ما فيش مشكله، واقلل سنه في، هقلل سنه مثلا في ايه، في الاضاءه. بس كده اهو، انت شايف كده اهو. ممكن تغير مثلا هنا، انا كنت عامل هنا لينير اللينير لايت، ممكن تخليها مثلا بدل سكرين، عشان لو انت عايز تدي شويه اللي هي اللون يبان اكتر يعني، مش سكرين، تخليه لينير لايت. اي بس ممكن يكون دي عجبتك اكتر. بس عملت كده هو، عملت واحده بقى منها. ممكن نزود برضو الموشن بلور يعني عادي، ما عندناش مشكله. بس هو ده اللي انا عملته. بعد كده عملت واحده تانية بس بالمره دي باللون الازرق، وجبت اوفرلاي كانت موجوده في الفيديو اللي فات ولا اللي قبل اللي فات، وحطيت بعد كده الكتابه اللي هي بتاعتي اللي هو خالد صار والعلامات السوشيال ميديا وبس. وهنا عملت برضه نقطه زياده، اللي انا خليت مثلا العين سنه يبقى مثلا فيها نور او لايت كده اهو زي ما انت شايف. بس دي عباره ازاي تعملها بكل بساطه. اهو الصوره بتاعتي اهي، شيفت كنترول الت اي، ورحت جبت الدوج بتاعي، وقعدت اللي انا احدد مثلا كده اهو بالاضاءه بتاعتي، ازود شويه لايت هنا اهو. بس هي دي الفكره اللي انا عملتها، قعدت احدد عليه. فبس طلعت النتيجه معايا بالمنظر دوت، وبالشكل الاحترافي دوت والعمق دوت. طبعا ده زي ما انت شايف هنا، فين هنا اهو دوت ايه، كاميرا رو فلتر. برضه في الفيديوهات اللي فاتت انا علمتك ازاي تعمل كاميرا رو فلتر، بس انا هعيدها تاني علشان نركز ازاي نطلع ساتوريشن كويس وساتوريشن محترم وتلوين كويس يعني. رحت على فلتر ورحت على كاميرا رو فلتر. بعد ما رحت على كاميرا رو فلتر هبتدي ان انا اعمل الفلاتر بتاعتي. هبص هنا تحس ان هي الالوان سنه بهتانه. اولا هدي شويه تكتشر وشويه كلاريتي، وممكن ندي زي فيد اسود من الحواف، وممكن ندي سنه جرينز. وهنيجي بقى عند التلوين هنزود شويه في اللون مثلا البينك دوت، ونزود شويه في الساتوريشن، ونيجي عند اللون الابيض الازرق او السيان ده هنزوده شويه ناحيه اللون الاخضر، ونزود سنه في الساتوريشن، ونظبط الجزء بتاع الجرين ده. بس كده قبل كده بعد. خلاص حسيت ان الوش احمر شويه، بتروح تعمل هنا ماسك، بتروح هنا تعمل ماسك وتيجي عند الوش وتمسح شويه من عند الوش باللون الاسود كده اهو. بس كده رجعنا لدرجه الوش زي ما كانت. بس شايف البساطه، الدنيا بسيطه خالص. طبعا انا يعني بحاول اطور شويه في فيديوهاتي، فلو عجبك الفيديو متنساش اللايك والتعليق ومشاركه الفيديو لو انت عايز تشاركه مع حد. كان معاكم محمد قيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.